عايزة اتكلم معاكم في حاجة مضايقاني ومعصباني ومش فاهماها بصراحة. ليه كل الابليكيشنات بتاعت التوصيل سواء بقى اوبر، كريم، اندرايف، ديدي، كلهم بيحطوا اسعار غير اللي المفروض ياخدوها؟ يعني مش من حقهم نهائي. يعني لو المشوار مثلا ب50 جنيه ممكن يحطوا 90 و100 و100 يعني الضعف تقريبا. ليه؟ والغريبة بقى ان تقريبا كل الاقتراحات اللي بتجيلي، لان اندرايف فيه اقتراحات، يعني انا بحط مثلا السعر اللي انا عارفة ان هو مناسب للمشوار اللي انا رايحاه، وبعد كده بقى ايه، هو بيجيب لي كل السواقين بالاقتراحات بتاعتهم، كل واحد حط السعر اللي على مزاجه مش المناسب للمشوار. وبلاقي في الغالب ان كلهم متفقين على رينج سعر معين. فهل هم بيبقوا متخيلين ان هم لما يبقوا كلهم معلين السعر فكده هم بيحطونا قدام الامر الواقع، فانا هضطر ان انا اقبل الرحلة وانزل اركب؟ انا للاسف الشديد ما بعملش كده. انا لما بلاقي ان السعر زيادة عن اللزوم عن تمن المشوار اللي انا رايحاه برفض الرحلة، وبفضل ارفض ارفض ارفض، ولو ما جاليش السعر اللي انا عايزاه اللي هو مناسب للمشوار ما بطلبش تاني. بنزل بقى واركب تاكسي وبريح نفسي. طب هتقولي طب ما تركبي تاكسي من الاول وتريحي نفسك. هو بصراحة الابليكيشنات دي ليها مزايا وعيوب، والطقوسة ليها مزايا وعيوب، بس ما يعني ما احبش حد يحطني قدام الامر الواقع او يستغلني بمعنى اصح، عشان انا مضطرة ان انا انزل واطلب عربية عشان اوصل مكان معين، فياخد اللي هو عايزه اللي هو اكتر من حقه. مش فاهماها دي بقى بصراحة. انا عشان لسه جاية من بره، وقبل ما انزل فضلت اطلب 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 اطلب، والرينج فظيع، يعني فظيع، في حين ان انا لما ركبت تاكس عادي جدا اخد مني الرينج اللي انا كنت حاطاه على الابليكيشن وما اتكلمش. وحتى لو في مره من المرات التاكسي بيتكلم بيطلب زياده، يعني ممكن يطلب 5 جنيه زياده وبذوق كده ممكن يقول لي مثلا ممكن يعني تزوديني 5 جنيه، ففي الوقت ده بزوده 5 جنيه ولا بيفرق معايا. ده مش بخل مني والله خالص، بس انا شايفه ان ده استغلال. فيعني بصراحه مش عارفه، هل انتوا بيحصل برضو معاكم كده وبتضطروا تدفعوا ولا بتعملوا ايه؟ يعني هل انا غريبه ان انا مش بقبل بقى وخلاص كده وادفع مثلا ضعف الثمن وخلاص عشان اريح دماغي، ولا اللي انا بعمله بقى ده كده صح؟ اتعصبت جدا وانا نازله، غير ان انا كمان اتاخرت عشان خاطر فضلت قاعده اطلب في العربيات، وكل العربيات بتجيب لي رينج عالي جدا. وفي بقى عربيات تانية او ابليكيشنات تانية مش بتبقى محددة من الاول، يعني بيبقى عادي انت بتركبي بقى وانت وحظك. ممكن بعد ما توصلي يقولك مثلا 100 جنيه، 120 جنيه على مشوار يساوي ال50 60 جنيه بالكتير. فانا بطلب الابليكيشن اللي هو بيحط لي اقتراحات الاسعار عشان يا اوافق يا ارفض، عشان انا بصراحة ما بحبش الاستغلال. فمن كتر ما انا متضايقة قلت بقى ايه افضفض معاكم شوية.